بالنسبة لعبد الله بن عبد الرحيم البخاري، قرأنا في ترجمته أنكم من شيوخه، فماذا تعرفون عن هذا الشيخ الفاضل وعن مكانته العلمية؟ لأن سمعنا من يتنقص ويقول أنه من طلبة العلم الصغار. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صدق من قال إنه من تلامذتنا وأننا من مشايخه، هذا أولا. وثانيا الأخ الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري زاده الله سدادا في الأقوال والأعمال، ذو علم غزير وفقه، وهو مسدد فيما يكتبه ضد المقالات الفاسدة والأصول الكاسدة التي تفوه بها إبراهيم بن عامر الجحيلي وغيره ممن هم محسوبون على السلفية وينتسبون إليها. وقد عرفته من سنين أظنها 15 سنة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فلعلها أكثر. نعم، تذكرت أن اتصاله بنا أكثر من 20 سنة، ولعلها بدأت قبل حرب الخليج الثانية أو بعدها بقليل، ولا يزال على اتصال بنا، فيجب الاستفادة منه إذا حل في داركم. لما أقول ذلك لما عرفته من علمه الواسع وفقهه وفقه الله. وثالثا من يتنقصه هم إما من أتباع الحجوري الضال المبتدع الأحمق السفيه، أو من أتباع الحلبي المبتدع الضال الذي يطوع قواعد الشرع ومصطلحات أهل الشرع للسياسة، أو أتباع الدكتور إبراهيم الجحيلي عفى الله عنا وعنه. هذا ما أقوله الآن باختصار، ولا أزيد على ذلك، لأنني متهم بهذه الكلمات، فكيف لو زدت ما أعرفه عن ابننا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. نعم. أبناه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري ليلة السبت 9 من شهر صفر عام 34 و400 وألف، الموافق ليلة 22 من ديسمبر كانون الثاني عام 12 و2000. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا. بارك الله فيكم، حياك الله شيخنا.